كتحاولي تبداي عادة جديدة ولكن من بعد نهار ولا يومين كتحبسي؟ المشكل ماشي فيك، المشكل في الطريقة. السلام عليكم، أنا هاجر ومرحبا بك معايا في قناة ذات الهمة، رفيقتك في رحلة تغيير وتطوير الذات. اليوم غادي نعطيك خطة بسيطة من 5 خطوات باش تبني أي عادة وتخليها جزء من روتينك اليومي. أول خطوة هي تصغير العادة. بلا ما تبداي بحاجة كبيرة، بداي غير ب5 دقائق أو 2 دقائق كافية كبداية. الهدف هو الاستمرار ماشي الكمال. تاني خطوة هي تربطي العادة بحاجة كديريها أصلا كل نهار، مثلا من بعد ما كتغسلي سنانك أو من بعد الفطور، من بعد صلاة الفجر مباشرة، وديري تسلسل في دماغك. مثلا غادي نتوضا ونصلي الفجر ونهز المصحف ونحفظ 3 الآيات. هاد التسلسل كيخلي الدماغ ديالك ما يتشتتش وكتولي حاجة تلقائية. ثالث خطوة هي تحيدي جميع الصعوبات. خلي كل شي واجد قدامك. إلا بغيتي تقراي خلي الكتاب محطوط قريب ليك. إلا بغيتي ديري رياضة وجدي الحوايج ديالك من الليل. خاص العادة تكون سهلة باش تفاداي التسويف وتقولي صافي خلي حتى الغدا باش نكون مستعدة أكتر. رابع خطوة هي ما تسنايش الحماس، وهاد الخطوة مهمة وكتكرر عندي في الفيديوهات ديالي حيت هي الأساس ديري العادة. حتى إلا ما عندكش لقانة ليها، الحماس كيجي وكيمشي، ولكن الانضباط هو اللي كيبقى. خامس خطوة هي تكافئي راسك. من بعد ما تكملي العادة فرحي براسك حتى بحاجة بسيطة. مثلا قولي اليوم حفظتي 3 ديال الآيات من القرآن، غادي نوجد ليا فطور مميز أو شي حاجة كتعجبك. هادشي كيخلي دماغك يبغي يعاودها. باختصار، إلا بغيتي تنجحي صغري العادة، ربطيها بعادة من عادات يومك، سهليها على راسك، ديريها بلا ما تسناي الحماس، وكافئي راسك في كل مرة ديريها. إلا وصلتي لهنا ديري متابعة وشاركي الفيديو مع صديقاتك اللي تاهما باغين يبداو عادات جديدة ويتغيروا للأحسن.